مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. هل هي بداية سقوط اليوتيوبرزات تيك توكر وليزانفلونسوز وليزانفلونسور في قبضة رجال الأمن وعند القضاء؟ البارح كانت أحكام من قلب المحكمة الزجرية في حق رضا ولد الشنوية وفاطمة بنت عباس، أحكام لكل واحد وكيفاش شافها. وبطبيعة الحال كنبغيو نرفعوا القبة على رجال الامن ولا القضاء المغربي، لان الاحكام ديالهم اكيد اننا كنحترموها وعلى راسنا. بطبيعة الحال الحبس ما تتبغي حتى شي واحد، الحبس كنقولوا ما كتبغيش حتى العدوك، وخصوصا ملي كتشوف ان اللي غادي يقدر يمشي للحبس هي امراه وام بحال الشكل ديال فاطمه بنت عباس. صراحه اللي كانوا كيقولوا الناس بانها امراه وما خصهاش تدخل الحبس وعندها وليداتها، ولكن ما عندنا ما نديروا. القضاء ملي كيقول الكلمات ديالو راه كيقولها. اليوم عائشه السريدي او الملقبه بهويه مسطر راها الان عند رجال الامن مشكورين كيستمعوا ليها. اكيد ان كاين سريه البحث لحدود الساعه ما يمكن لينا نقولوا لكم حتى شي حاجه، ما كاينه حتى شي معلومه علاش كيتصنتوا الهيام وعلاش جابوها وعلاش عيطوا عليها. اللي ممكن اننا نقولوا لكم الله يفرجها على الجميع، راه وليداتها معها، راه رجال الامن تعاملوا معها بواحد الانسانيه لا نظير لها. حتى البنيته ريتاج اللي كانت بقات على برا مع الزوج ديال عائشه السريدي، راه رجل الامن خرج بايدو ودخلها من البرد باش تدخل عند ماماه. اذا فتحيه تقدير واحترام للسلطات ديالنا الامنيه مدينه الدار البيضاء. من غير الدور الزجري اللي عندهم كاين دور انساني كبير. معنا راجل عائشه السريدي اللي ملقبه بهيام. السلام عليكم ولدي. عليكم السلام فاطمه. شنو واقع ولدي؟ استدعوها البوليس ديال كازا. جاتنا استدعاء تقريبا شي 5 ايام دابا ولا كيعيطوا عليها. هي في الاول ما طاقتش بلا بوليس بلا هذا، والولاد كتصحاب شي واحد معايا كيتفلا ولا عرفتي كيعيطوا لها عباد الله بصفر 5 هادي راه ماشي 05 ضروري تكون ديال البوليس. صافي جاتنا استدعاء للولايه الكبيره ديال طنجه، مشينا عندهم شبرناها البارح وشبرنا الطريق تقريبا مع ديك 7 الصباح. على هي ولدي ما عرفتش راسها انها بدوك الخرجات ديالها اللي غير الخرجات ديالها اللي غير مسؤوله، ما عرفتش راسها. واحد النهار غادي يستدعيوها السلطات الامنيه، واحد النهار تقدر تطيح في شي مشكل، واحد النهار تقدر تمشي للقضاء. شنو نقول لك فاطمه الزهراء، هي مريضه، راه المغرب كامل وراه عارفه راه هي مريضه، وانا كنشد براسي بلا ديك السيده قسما بالله لا مريضه. شنو مرضها؟ مرضى الاعصاب، فيها اكتئاب، فهمتي. بعض المرض ما كتحمل حتى شي حد يدوي معاها. اش بغي نقول لك، الله يدير لي فيها الخير وصافي والله. اذا انت كتقول انه هي انسانه غير طبيعيه. غير طبيعيه. مشات لشي طبيب اكد لها هذا المرض ديالها. مشينا اطباء بزاف. دابا قاطعه، خصوصا قاطعه هذاك الدواء ديالها اللي كتشرب. لا ما كتشربوش حيت حامله وكتخاف هي، لا بطيح لي الجنين بطيح لي هذا. انا اللي كنعيش معاها، دابا 3 سنين تقريبا مجوج بها. راه مريضه، راه السيده كتشري 3 سنين. كيفاش دوزتوا 3 سنين؟ اش نقول لك، انا صابر اش صبرك؟ صبرني ولادي وصبرني صافي ما قدرتش. دابا طلقتيها في بيت، تبان لك عاوتاني غاديه في هاويه. مازال انا كنحاول وكنصبر عليها واخا تضرب فيا وهاتي كتضربك تتجري عليك بعض المرات كاع. واش بصح كيديروا بعض المرات افلام بانكم تخاصمتوا وكتمشيو عند رجال الامن نتوما دايرين داكشي من اجل البوز؟ لا، كل شيء داكشي حقيقه، ما كاين لا بوز لا والو. السيده راه مريضه. تصورك تشري دابا تلفازه ب 4000 درهم 5000 درهم غد لي كتهرسها. هذيك تقدر تكون عاديه لان الفلوس كيجيو باردين. لا بسبب مشكل، لا بسبب العصابه. لا غير اسمعني، هذه القضيه ديال بسبب العصاب انا ما كنقولش عايشه ماشي مريضه، الله اعلم. هادشي كيقرروا الطب ديالنا هو اللي غيقول عايشه مريضه ولا ماشي مريضه. انا ما يمكنش نجزم واش مريضه ولا صحيحه، ولكن باش كتشري تلفازه اليوم ب 4000 درهم وكتهرسها غدا، حيت الفلوس كيجيو باردين، ما كتضربش فيهم تماره. حيت الناس كيصيفطوا الفلوس، سي نورمال. انا واحد الفلوس ما كنضرب فيهم تماره، ما كنفيق فيهم في سرويات، ما كنتكرفص فيهم، ما كنجري ونجاري عليهم، ما كنجبدهم من فم السبع، ما كنجبدهم من العافيه. راه سي نورمال نشري هذه بمليون ونلوحها غدا. كاينه ولا ما كاينش؟ هي صراحه طلعت مزهره، ولكن اش بنقول لك، اكون عندها العقل راه ما غاديش دير هادشي هذا. راه كون كل قوى العقليه راه ما غاديش دير هادشي هذا، ويكون عندها العقل تعرف دير بالفلوس. راه لان مبالغ ماليه كبيره اللي كتوصل لها مع المحسنين. دابا انت 3 سنين وانت باش عاشرتيها. لا كذب انت تقريبا. ما تكذبش عليا. من نهار تزوجت بها راه ما بقى حتى شي واحد كيصيفط لها، نكذب.
ومنين جاتكم هاد الفلوس ديال 4000 درهم تلفازه؟ فعلا. ها هي هنايا، ها هي ركبت في الطياره، ها هي ركبت في هاد لوطيل، ها هي دابا مشيت تقلب الكونت ديال برك شحال عندها، ما عندها والو. ما بقاتش في الكونت، ولكن من نهار خديتيها لدابا راه تبارك الله راه ما خلات اوطيلات، راه عاد تبركت فاش تخاصمت معاك جات في كازا، راه كانت كتبرك في اوطيل ب 1000 وصرف ديال دابا الدرهم. اليوتيوب كيخلص، دابا اليوتيوب راه كيخلص، ماشي هاكا. نقول لك كيخلص. وهي راه عندها شويه المشاهده عرفت اللي كاين، ولكن شحال كتدخلها تقريبا في الشهر؟ شحال كتخسر وهي في انا ما الشهر؟ نقدر، انا ما كتورينيش، ما كذب عليك، ما كتورينيش شحال انت غتبان لك هاد السيده شحال كتخسر، انت قلتي ماشي طبيعيه، شحال كتخسر في الشهر؟ نقول لك عرفت الصراحه، هي كتصرف، عرفتها عندها شي ولاد ماشي ولادي انايا. كتصرف عليهم، انت ما تتصرفش عليهم، انت كتخدم لا كنخدم. واش كتخدم ولا كتصرف على العيش؟ بريكولات، لا كنخدم، نخدم في قهوه، مره برمان، مره كاماريرو، مره في لي فريزو، كل مره فاش كذب عليك عاود الزهراء، لا في مراكش ولا في طنجه، واش كنت في مراكش هكاك وواش كنت في دابا هي طنجة. كل مره غاديه بك من مدينه لمدينه، شكون اللي كيختار المدن؟ علاش هي كتختار المدن بناء على هي شنو ما المعايير؟ كتريحش، دابا ماشي المدن، دابا هاد الديور، دابا هي طنجه تقريبا شحال حنا فيها، ما كيكملش عام، اكثر من 20 دار تحولنا وحنا ساكنين فيها، كنسكنوا في هذه ما كيكملش الشهر خصنا نتحولوا منها. كتجبد صداع مع الجيران. عصبيه فهمتي، ما فيها مريضه، انا كنعترف وكنشهد بلا هذيك السيده مريضه عقليا ومريضه نفسانيا، النفسيه ديالها مدمره فهمتي. شنو قالوا لكم بوليس فاش مشيتوا عندهم؟ علاش بغاوها ولادي أنا ما عطاوني طنجه مثلا فاش مشيتوا عندهم؟ والو ما سلمونا استدعاء صافي، ما قالوش لنا شي حاجه، ما قالوش علاش مستدعين. حيت هادو اللي مستدعينا هما الشرطه القضائيه، آه. هما اللي مستدعينا الشرطه القضائيه، ما عرفتوش علاش، هي ما عرفتش علاش، ما عرفتش علاش. غير جيتو دابا صافي. كنسول قال لي راه تنكملوا مع البحث وراه غادي تخرج. فاش كانت جايه شنو كتقول؟ تقريبا تخلعات ملي كانت جايه؟ شنو نقول لك افتم الزهره، ما تخلعات ما والو، هي جايه على اساس عرفتها هذوك الخرجه ديالها، هي كيستفزوا القنوات، كيستفزوها عباد الله، الكومونتيرات كيستفزوك قنوات وكيستفزوك لو كومونتير. لا داعي على انك تخطاي في المؤسسات، لا داعي على انك تقلي الاحترام على المؤسسات ديالنا، لا داعي على انك تخرجي تعايري اناس اللي ما عندهمش علاقه بداك الشيء ديال لي تيك توكر وديال اليوتيوبرزات. انا كيستفزني تعليق ولا كتستفزني قناه في اليوتيوب، هذا لا يعني على انني نخرج نضرب في المؤسسات ديالنا، الناس اللي كيخدموا، هذا راه قله احترام وقله الحياه. انا نشهد بالحق، دابا ديك المؤسسات راه كان عندهم يديروا معها حل، ماشي يطلبوا باعتقال ديالها، يديروا معها حل. السيده مريضه، واخا هذيك السيده خصها تشبر في الحبس، جي دير معها حل، جي دوها للسبيطار، راه ما قالتش لكم لا، راه عمر شي جمعيه دقات عليها في الطريق. ولكن راه واش عقلتي فاش مشينا ديناها حنا للطبيب؟ انا ما كنتش ديك الساعه، انا باقي عقلتي في راسك، في راسك كنا مشينا والجمعيه وهزيناها وديناها للطبيب، ولكن ما كملوش معاها. هي اللي ما كملاتش، راه ما يمكنش. على شكون هي غيبقى مقابلينا هي من دون عباد الله؟ شكون هي هاد عيشه الصريدي ولا هاد الملقبه بهويه نسطار اللي غيبقاو الناس مقابلينها منها من عباد الله؟ غنشنق عليك انا، نوض نديك انا للطبيب صحه. مشاهدي يكفي ان الناس وقفوا معاك، يكفي انك بزاف ديال الحوايج الناس كيقولوا انك انك عندك وليدات، ولكن راه ماشي انت بوحدك اللي وعندك وليدات، ماشي انت بوحدك اللي مريضه، الناس راه وقفوا معاك وداوك وبغاو يداويوك وعطاوك الدواء وهي ما بغاتش. حنا كنتمناو من الناس دابا كتشرب الخمور، دابا هي ما تبغاش تشرب الدواء حيت حامله، والشراب ما كتشربش. ايوا شحال من فيديو دارت وهي حامله لا كتبين ما كتشرب. كتشربش، انا كنمشي مع، انا كنشرب وشنو هذاك الشيء اللي كتبين في الفيديوهات؟ باش انا كنشرب هي ما كتشربش، ولكن بينات راسها في البار كتشرب، جالسه هي كتقول هكاك وصافي، اما انا اللي كنشرب. كتبغي تقول للناس انا راه تنشرب. هي ما قالت الناس كنشرب، هي كتمشي معايا كتكبط بومس ولا شي حاجه اما انا اللي كنشرب. انت كتمشي للبار تشرب؟ وانا كنمشي هاد المرة كنشرب، كذب عليك. كيفاش عايش انت؟ شنو كيقولوا والديك؟ شنو يقولوا والدي؟ هادشي اللي عطا الله في النصارى، شوفي اي حاجه كتبها الله، لا الزواج ولا الاولاد ولا راه لا لا ما كتبش. شوف الله سبحانه وتعالى ربما كيكتب علينا، انت ولدي باقي صغير وقلت لك شحال دابا عندك؟ 24 سنه 25 انني نتلاقى بك مكتاب، لاقانا الله، ولكن باش نختارك هذاك اختيار ديالي، انا اللي كنقرر، انا اللي كنقرر مصيري. نلاقي مع واحد الانسان هذاك قدر من عند الله، لاقاتنا الظروف ولاقاتنا الصدف، ولكن باش انني نختار كزوجه ولا كزوج، علاش الرسول عليه الصلاه والسلام تيقول لك اختاروا لنطفكم، لو كان قضاء وقدر ومكتاب هو الزواج ما يقولش الرسول عليه الصلاه والسلام اختاروا لنطفكم، خاصك تختار. ولكن انا اختار هذا في المساله، انا ماشي انا انت اللي اختاريتي، انا اختار. واش كان اختيار صحيح؟ اختيار صحيح، ما ندمتيش؟ كون ندمت ما غاديش نزيد مع الولد الثاني فهمتي،
دابا انا ماشي وانت كنشوف كتشوف فيها. انت اللي بغيتي تزيد الولد الثاني. انا بغيت نزيد ولد ثاني، ماشي كنشوف فيها على اساس عندها فلوس ولا عندها، حيت انا كنت خدام. واخا واش كتظن ان السيده كتقول هي ماشي طبيعيه ومريضه وبغيتي تزيد مع الولد الثاني وهي الولاد الاولين كتكرف؟ كنحاول نزيدها الولاد باش دير عقلها وراه بعدا. الوليد صغير كتهزو كتلوحو. وما كرهناش اختي نزهر دير عقلها. كتشوفها راه ملي مكرهش كدير أنا. له ملي هادوك كتشوفها الجمعيات كتلوح اللي ولدك. كيخرجوا، هادو الجمعيات اللي كيخرجوا كيهاجموا ولا خصها الحبس خصها، اما كنتمناوش انا يجيو عندي انايا وانا ندعمهم باش نديها معاهم. ولكن ما كاينش شي جمعيه كتدق عليك ولا حاجه، ما كاينش. يقول لك الحبس لهادي راه وليادي وراه مريضه، راه العالم كيعرفها مريضه، راه ماشي كيعرفها هذا ولا هذا ولا، راه كلشي كيعرفها. راه السيده راه مريضه، السيده مريضه نفسانيا وعقليا، وكتمنى المغاربه يتعاطفوا معها والجمعيات هما يتعاطفوا معها ويديروا معها شي حل. اما باش تدخلوا للحبس راه ما كاين ما الجمعيات ما دعواش باش تدخل الحبس. الجمعيات دعوا قالوا انها ماشي صالحه، وبان دوك الوليدات اللي كتزاوطهم وكتلوحهم فوق من الناموسيه وكتكرفصهم ريتاج راه تتشقى عليها. الوليد انايا حضرت ليها شحال من مره شنو كدير ليه، قالوا ما كاينش شي جمعيه حقوقيه كتبغي الحبس للناس. الجمعيات الحقوقيه قالت بان دوك الوليدات خاصهم يمشيو البلاصه اخرى ما تكونش فيها امهم تتعالج وتولي طبيعي وتجي تاخذ وليداتها. بحال دابا كيقول لك ريتاج عندها باها تمشي عند باها، كاينه جداها باها راه دخل الحبس بسبب النفقه. لا ما كاين لا جده لا با، كاينه جده عندها وفين تبقى مع وحده كتقول انت وانت كتقول ماشي طبيعيه. انا كون باها بشحال تزوجت بها، انا عاد ولدت معها عام، فين كاين باها؟ ما عمرو سول فيها، ما عمرو عطاها شي حاجه. لا بقوه القانون ديك الساعه غادي ياخذها بز منه الا كاين الاب. راه كان وما خداهاش. كندويو على دابا هي مشات تعالج، دابا انت كتقول انها انسانه غير طبيعيه. واش تبغي وحده غير طبيعيه تربي لك ولادك؟ وانا كنربيهم معاها دابا، انا كنحاول نربيهم معاها. وليداتك ولادها ولاد اخرين ولادها صراحه تربيهم، وانا كنديهم مدرسه انا على الترونسبور. حيت قلتي انا ما تنصرفش عليهم حيت ماشي ولادي. لا ماشي ما كنصرفش، نكذب عليك نقول كنصرف عليهم. هي كتصرف، هي كتعاوني في المصروف، هي كتعاون بواحد بزاف فهمتي، كتعاون بزاف يعني الا قدر الله كيف ما كان المصير ديال عائشه السريدي انت قادر على انك تقابل دوك الوليدات نقابلهم، ولكن القانون ما غاديش يعطيهم لك لان ريتاج عندها باها وما. ويلا جا لها با يديها القانون ماشي يجي. خصك تعرف ان ملي كيكون اهمال الاسره راه القانون بقوه القانون كيمشيو عند دوك العائله سواء الاب ولا الجده او الام وكيعطيهم ولادهم بز منهم بقوه القانون عند السيد الوكيل العام ديال جلاله الملك. ولا كان القانون يدي حيت ماشي ولادي، لا كان القانون حتى الوليد راه عنده باه اضطروا باش يديهم. راه بقوه القانون خصهم يتحملوا مسؤوليه ولادهم. راه حنا ما فهمتش هاد ولد ولوح بالنسبه لبعض اشباه الرجال بين قوسين. تتحملوا المراه كتولد بغينا ولا كرهنا هويام ضحيه، بغينا ولا كرهنا عائشه السريدي ضحيه ديال بزاف ديال الرجاله اللي دازوا في حياتها. وكما كانت هي كتقولها بصريح العباره، واش انا يبقى اللي يجي يحملني ونولد معاه ويمشي ويخليني انا نهز المسؤوليه؟ اي نعم عائشه السريدي دارت بزاف ديال الاخطاء في حياتها، ولكن كتبقى ضحيه مجتمع، ضحيه عائله، ضحيه الاسره ديالها، ضحيه الرجال اللي استغلوها ماديا وجنسيا. بعد على الاقل هذا السيد بغينا ولا كرهنا راه صدق ولد الناس، بالرغم من حداثه السن ديالو، بالرغم من انه باقي صغير دري باغي 25 سنه، ولكن ما تخلاش عليها. راه هاد الوقفه حدا الكوميساريات منذ الصباح لدابا والبرد كي مسكين كيتكردد بالبرد، راه كيبين على انه فعلا ولد الناس. ولكن كتبقى عائشه السريدي ضحيه ديال بزاف ديال العوامل. راه خاصها دوك الرجال اللي ولدات معاهم حتى ما خصهم يتعاقبوا، لان بيهم هما باش ولات عائشه السريدي كضرب يدها، وبيهم باش ولات هكا كتشرب، وبيهم باش ولات كتعاطى المخدرات، وبيهم. اذا اليوم ملي كنتكلموا على عائشه السريدي حنا بطبيعه الحال ما يمكن لنا لا ندينوها لا نبرئوها. هي اللي الان راها في قبضه رجال الامن مشكورين على المجهودات الكبيره اللي كيقوموا بها. هذوك رجال الامن اللي كيخدموا بطبيعه الحال تعليمات من النيابه العامه. لا انا لا نتوما لا الاخر حتى واحد فينا ما غنوريو رجال الامن شنو يديروا خدمتهم. هذوك الناس كيعرفوا شنو كيديروا، القضاء المغربي راه حتى هو كيعرف شنو كيدير. حنا اليوم كنتكلموا على عائشه السريدي، المراه والام اللي عندها وليداتها، واللي للاسف الشديد مؤخرا ولينا كنشوفوا هذيك السيده صراحه كاين اللي كيشوفها مسطيه، كاين اللي كيشوفها مريضه، كاين اللي كيشوفها كتبول، كاين اللي كيشوفها. وهذا الشيء بطبيعه الحال حنا ما يمكنش نعرفوه. كيف ما قلت لكم راه السلطات الامنيه راه غتحيل على الخبره وغتشوف هذه السيده واش عندها الاهليه او لا فاقده الاهليه. اذا كيف ما كيقول الزوج ديالها كيطلب من المغاربه انهم يتعاطفوا معها. المغاربه عاطفيين، بغينا ولا كرهنا المغاربه عاطفيين، غير كتبكي عليهم جوج دموع. حنا شعب طيب،
حنا شعب عاطفي، حنا كنتعاطفوا مع بعضياتنا، كيبقاو فينا بعضياتنا. شكون اللي قال لك ان البارح ما كاينش الناس اللي بقى فيهم رضا وفاطمه بنت عباس؟ بالرغم من ان القضاء قال الكلمه ديالو وراه حكم بالفصول القانونيه. واش داروا المغاربه؟ راه كيبقى فيهم واحد قتل وكيبقى فيهم، كيشوفوه غادي للحبس كيقول لك مسكين، كون غير ما دارش هكا، كون غير ما قتلش وما يمشيش للحبس. ولكن اليوم راه خاصنا لا الاحكام ديال البارح ولا عيشه ستريدي اليوم في عند رجال الامن، راه غتكون واحد النقله نوعيه ربما في التاريخ ديال السوشيال ميديا. خاص هاد صحاب اليوتيوب والتيك توك وهاد الناس اللي غيجيبها فمو قول يعرفوا ريوسهم شنو كيخرجوا من فمهم. نعرفوا اننا حنا راه ليماج ديال المغرب. انا ملي كنشد تليفوني وكنبدا ندوي راه كيسمعني الصغير والكبير والبراني والعالم كله كيسمعني. نعرف راسي شنو كنقول. الا كنت مريض كنمشي نداوى، ما كنبقاش نلفت السموم ديالي ونجيب الوسخ ديالي نبدا نتقيأ على الناس في الفيديوهات. احنا ما كرهناش في الزهراء. الجمعيات اللي كيخرجوا قلت لك هما اللي خرجوا الجمعيات، راه ما جاش شي واحد دق عليها. راه انا كنكون راه دقوا راه هي واش هي في الاخر ولات كتبرك في شي قنت. ياك جات عندي حتى لهنا نهار مشيت معاها للتحاليل. ودابا فاش وصل لها السيده علاش وصل لها السيده؟ وراه دور البوليس كيوصلوا. راه البوليس باش يوصلوا لها السيده تواصل مع البوليس. راه اسمع لي يا ولدي، اسمع لي يا ولدي، راه جات حتى لكازا ومشيت معاها للتحاليل ودارت ولقات راسها حامله وكانت ما عرفت شنو المرض اللي عندها، وقلنا لها بقاي ونديوك تعالجي ونديوك. راه هي انت بفمك واش قديتي عليها انت اللي راجلها؟ وانا ما قديتش عليها، ولكن كون اللي لقيت لي تعاون معايا. هذيك الجمعيه اللي خرجت مؤخرا وهادوك هما بزاف يجيو. الجمعيات شنو قالوا خصها تعالج، قالوا خصها الحبس، قال خصها تعالج. انا كنعرف الجمعيات كيقول خصها تعالج، ماشي حنا اللي تنقرروا بنادم واش خصو الحبس ولا ما خصوش. راه كاينين قضاء مغربي اللي كيقرر. ما كرهتش انا الجمعيات تجمعوا وياك هما الجمعيه والجمعيه راه ضروري غادي يديروا معها شي حل ويديوها تعالج. راه ما فيها حتى شي باس. انا ما عرفتش لي كومونتير اش كيقولوا نور الدين. باش يخرجوا لي كومونتيرات المستفزين. شنو كيقولوا لي كومونتير؟ قرا لي شي جوج ولا ثلاثه. ان شاء الله ان شاء الله غتخرج. شنو اخر؟ قلنا عندنا الاولاد. اها، يعني كاين ناس متعاطفين مع عائشه ستريدي وكاينين الناس الله يدير لها تاول. اشنو قلت لك المغاربه راه شعب متعاطف. المغاربه راه شعب اللي كنبقاو في بعضياتنا. اذا مشاهدينا الكرام، حنا الان امام ولايه امن الدار البيضاء. ما عرفناش اشنو هو المصير ديال عائشه ستريدي. هذا الشيء غادي يقروه بطبيعه الحال، غتقروا النيابه العامه. راه الان مع الشرطه القضائيه بمدينه الدار البيضاء. الزوج ديالها راه كينتظرها من الصباح وانتم هنا.